ازاي تعمل دوريتوس في البيت. مساء الفل يا ابطال، يا ابطال يا اللي هتاكلوا دوريتوس دلوقتي. هابي نيو يير، وكل سنه وكل اخواتنا مسيحيين طيبين وبخير، ويا رب تبقى سنه سعيده علينا كلنا مسلمين ومسيحيين، ويا رب نفضل دايما اخوات، ويا رب كل واحد كان نفسه في حاجه ما عرفش يحققها السنه اللي فاتت يحققها في السنه الجديده ان شاء الله. معلش يا اخواتي، قبل ما ابدا حابب اوصل رساله، والرساله دي حابب اوصلها لمدام سوزان الرئيسه التنفيذيه لشركه اليوتيوب. يا مدام سوزان، احنا وصلنا ل 110,000 على اليوتيوب، ودراع اليوتيوب لسه ما جاليش. مش فاهم يعني حضرتك مستنيه نوصل للمليون وتبقى كده جدعين مع بعض؟ لا ده كده شغل جمع واكسب مش هيمشي معايا. 48 ساعه يا سوزان من غير مدام، لو درع اليوتيوب ما جاليش لن تنعم امريكا. عشان تبقوا فاهمين بس. يا لهوي، ده عندهم دعم عربي هيفهمني. لا انا بهزر يا لهوي، ده هيقفلوا لي القناه. انا بهزر يا مدام سوزان، مش عايز دروع خلاص. الناس عماله تبعت لي تقول لي فين الدرع يا عمرو، الناس بتحسبني خدته وبعته. وتوضيح لكم بقى عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات انت اتخنت بسبب الفيديو اللي فات، ده تيشيرت اوفر سايز هو تلبسته كده، عشان بس ما حدش يكتب لي في الكومنتات انت اتخنت يا عمرو. فبما ان كان الفيديو اللي فات تبذير، يبقى النهارده توفيق نص كيلو دقيق ذره ب5 جنيه، وهنعمل بيهم مصنع دوريتوس دلوقتي. دقيق اصفر وتيشيرت اصفر، لا شغل عليه النهارده. اول حاجه هنجيب بوله فاضيه، وبعد كده نفتح الكيس ابو 5 جنيه ده، ونحط شويه في الطبق يجي كده بكوبايه، يعني مثلا نقول يعني بجنيه بس كده. حلو قوي، خدنا حبه يعملوا جنيه بس. نقفل بقى الكيس ده عشان نبقى نرجعه الصبح، وبعد كده هننزل عليهم برشه ملح صغيره خالص، يعني مثلا نقول بشيلن. يبقى كده دفعنا جنيه وشيلن ومش هندفع حاجه تاني. وبعد كده هنجيب شويه ميه سخنه مش مغليه، هي كانت مغليه وسبتها تهدى شويه، يعني الميه دافيه، وننزل كده شويه ونقلب عشان ايه العجينه ما تبقاش شاربه ميه كتير، يعني ايه نزود ميه شويه بشويه. احنا ممكن نستخدم دقيق ابيض عادي بس مش هيطلع زي الدوريتوس بالظبط، فالاحسن عشان نطلعه زي الدوريتوس بالظبط يبقى لازم دقيق ذره. ننزل بشويه كمان. هو عيب الدقيق ده اللي هو عامل زي الرمل كده يعني محبب. نحاول بقى ايه نلم في العجينه دي كده. عايز سنه كمان. انتوا بقى معاكم الدقيق والميه، عايزين تزودوا ميه زودوا، عايزين تزودوا الدقيق تزودوا، على حسب ما العجينه تلم معاكم. هي تعتبر خلاص لمت معايا، وكده يبقى عملنا عجينه الدوريتوس. بس اهم حاجه ما تخلوش العجينه طريه قوي عشان ما تفرولش منك، يعني تفضلوا تزودوا في ميه لغايه ما تلم معاكم وتبقى ماسكه نفسها كده. لحد هنا حلو قوي. هنسيبها بقى في الطبق ونقفل عليها ونسيبها ترتاح لمده نص ساعه، يعني ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس عشان الدقيق يشرب الميه براحته. كفايه نص ساعه ونرجع نبص عليها. وطبعا اكيد ما عملتش لايك لغايه دلوقتي، صح؟ انت كده مش اخويا. يا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه. ومش هقول توصلوا الفيديو في اول يوم 10,000 لايك، عشان انا كل ما بقول وصلوا 10,000 لايك ما بتوصلوش، هم بيجوا لوحدهم، فانا بطلت اقول. هقوم اغسل ايدي ونص ساعه وهرجع لكم. وبعد ما عدى نص ساعه نفتح ونشوف ايه الكلام. حلو الكلام. المفروض بقى دلوقتي نفردها، وعشان نفردها بقى وما تلزقش معانا وتقرفنا هنجيب كيسين، الكيس اللي هي بتاعت التلاجة دي، وهنجيب بقى الساطور بتاعنا ونقطع الكيس ده. الكيس اللي هنخليه تحت، ونفتح الكيس التاني. نجيب بقى العجينة وناخد نصها كده ونسيب النص التاني. هنعمل بقى النص اللي معانا دوت زي صباع الكفتة، ونحطه على الكيس، وبعد كده نجيب الكيس التاني ونحط عليه، ونجيب بقى الشومة بتاعتنا ونفرد فيها واحدة واحدة. طبعا لولا الأكياس دي كده كانت هتلزق معانا في النشابة وتقرفنا. هنفرد فيها بس ما نخليهاش ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. ونديها فردة كده برضو من الناحية التانية شوية. هنحاول نشيل الزيادات دي عشان تبقى مستطيلة معانا. نشيل اللي على الشمال واللي على اليمين واللي فوق واللي تحت، ونرجع بقى الزيادات دي تاني في الطبق. هنعجنهم تاني ونشكلهم تاني، احنا مش هنسيبهم. اهم حاجة بس تتعاملوا معاها واحدة واحدة عشان هي عجينة مفرولة وصعبة جدا. حلو الكلام. كده بقى معانا قطعة مستطيلة. هنجيب بقى البابور بتاعنا، يا نهار ابيض، وهننزل بطاسه فيها زيت. ده زيت تموين مش دافع فيه حاجه يا حبيبتي يا مصر. بصوا بقى الحته اللي معانا دي هنعملها سبعات في تمانيات على شكل الدوريتوس. ادي اول خط، وادي تاني خط، وادي تالت خط،
ده رابع خط، خامس خط، سادس خط. عملناها سبعات في تمانيات بالمنظر ده. علشان تشيلوها من الكيس وترموها في الزيت ده حوار تاني، هو حوار صعب. بص عايز السياسة. نبل الساطور ده زيت عشان نعرف نشيلها من غير ما تلزق. بسم الله. الحمد لله اتشالت. وننزل بيها في الزيت. يا نهار ابيض، تيشيرت الجريف باظ. يلا مش مشكلة، نشيل القطعة التانية. دوريتوس والله يا جدعان. ايوه بقى. ايوه بقى بقلل بقى. يا لهوي ده هيتحرق. هو ما بياخدش وقت خالص. دوريتوس يا جدعان، والله دوريتوس. نعمل حتة تانية ونشيل برضو الزيادة، شمال ويمين وفوق وتحت. ونعمل برضو سبعات في تمانيات. ايوه بقى، وعد الله عالمي. وننزل في الزيت. دي نزلت بايظه، وعد الله ما هيسيبك يا سوزان. انا بهزر. بسم الله، يا رب ما تبوظ. ايوه يا جدعان ريحته حلوه قوي والله. اهم حاجه بس ما تنسوش تبلوا اللي انتوا بتشيلوا بيه دوت زيت، عشان هتفرول معاك وهتبهدلك. طبعا مش هتشيله بالساطور زي يعني، هي هبه منه مالكوش دعوه بيا. بيبقى في مش عارف اسمها ايه كده، مش عارف اسمها ايه والله، بيشيلوا بيها برضه. نشيل بقى الكلام ده ونقلب بقى. اوعى الجريبس. بس هعمل الباقيين عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. وكده يبقى عملنا دوريتوس في البيت وبجنيه، وتفضل كمان عجينه معانا ومفيش مواد حافظه. طبعا انتوا شايفين طبق غامق وطبق فاتح، دي مش غلطه انا قاصدها. علشان الطبق اللي سايبه لونه فاتح شويه هننزل عليه بشويه بابريكا مدخنه. والطبق التاني اللي هو لونه غامق شويه هننزل عليهم بشويه جبنه. الجبنه دي انا جايبها فرط من عند العطار، وتقدروا تحطوا اي توابل انتوا بتحبوها. في شطه وليمون وفي كباب وفي شاورما وفي كل حاجه انت عايزها. ولو كلتوها من غير اي توابل خالص تبقى برضه حلوه، لان احنا حاطين ملح بس عشان نبقى قريبين من دوريتوس. كده خلصنا. نجيب بقى واحده من هنا وواحده من هنا، وده الشكل النهائي للدوريتوس. هو بالظبط. اهم حاجه ايه؟ القرمشه. ندوق اللي بطعم الجبنه الاول. بسم الله. والله هو، وعد الله هو. ندوق بقى اللي بطعم البابريكا. بسم الله. لا اللي بالجبنه احلى. والحاجه التانيه اللي هو مش مقرمش قوي زي ده، فما تعملوش زيه وتطلعوا لونه فاتح، خلوه غامق زي ده. اللي بالجبنه ده عالمي، جربوه عشان انا متاكد ان انتوا هتتصدموا من طعمه. ومش عايز اقول احسن عشان ما تفتكروش انا بافور، بس انا هسيب الحكم ليكم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. ولو بتشوفني من الفيسبوك يا ريت تعمل فولو ولايك، ويا ريت تتابعوني على الانستجرام. اشوفكم على خير، سلام. نسيت حاجه، مش هسيبك يا سوزان.